السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طالع حلل معاكم مباراة الأهلي وحرس الحدود واقتراب الأهلي من حسم الدوري. فوز مهم جدا بيقرب الأهلي خطوة بخطوة إنك تحسم الدوري 43. يعني يعني فاضل على الحلو تكة يعني أربعة فوز بالظبط والأهلي يحسم الدوري، يحسم الدوري رسميا. النهاردة الأهلي قدر يكسب 3-0. أو يعني ابتدينا المباراة بدري. الهدف الأول كان في الدقيقة 4 بخطأ من المدافع والحارس في هدف ذاتي. وبعدين حصل ضغط عالي من لعيبة الأهلي. كان قدامنا كذا فرصة اللي احنا نحسم المباراة وننهيها بدري بدري، بس كان في رعونة واستهتار وتضييع فرص غريب من اللعيبة. يعني كان في كرة السولية عملها، محمد شريف الحارس صدها في الدقيقة 7. وكان في تسديدة حلوة قوي من طاهر، بس كانت فوق العارضة في أول تلت ساعة بالظبط. وبعدين في نص ساعة بعدها بالظبط، يعني في الدقيقة 30 السولية لعب كرة هايلة لطاهر، بس الحارس صدها برضو. وبعدين الأهلي أحرز هدف تاني، بس الحكم لغاه ده الأوفسايد يعني. بس عامة يعني لما هنراجع مع فقرة التحليل بتاعت أون. بس هي الخطوط اللي جابتها يعني كان في زاوية جايباها عادي وفي زاوية جايباها اوفسايد. وبعدين بقى انتهى الشوط الأول 1-0 للأهلي. وبعدين بقى ابتدينا في التاني الدقيقة 49. تألق حارس محمد الشناوي حارس مصر الأول. تصدى كرة من ركنية من رأسية كده من مدافع، كان تقريبا مصطفى جمال. صدها الكرة يعني كانت رايحة في زاوية صعبة. وبعدين حصل إصابة للسولية. وبعدين نعمل هنا علامة استفهام كتير يعني على إصابات السولية. يعني المفروض أنت دلوقتي تعمل له حمل بدني أو يعني تلعب الحتة البدنية اللعيبة اللي هي فوق السن. يعني السولية يعني إصاباته كتير أوي آخر فترة دي عامة يعني. ما علينا. تبديل السولية في الدقيقة 52. وبعدين نزل أليو ديانج. وبعدين هدف عالمي قوي من عبد القادر بأسيست من صاحب القاضي ملك الحلويات. النهارده هو نجم المباراة عامة يعني. يعني عمل اسيست لعبد القادر، وبعدها كمان كان عامل اسيست لطاهر. وغير انه صنع اساسا في المباراة دي حوالي 5 فرص. يعني لو في لعيبة ترجمتها كويس كان زمانه عامل ميجا هاتريك اسيست يعني. وبعدين هدف تالت للأهلي من السطلانة في الدقيقة 64. اوه سطلانة. هدف عالمي من طاهر محمد طاهر. يعني حاجة جامدة والله العظيم. الواحد كان نفسه نفسه هو يسجل والجمهور يغني اوسط طلانة والله. الحمد لله يعني حصلت، هو سجل والجمهور غناه. بعدين ينزل بيرسي تاو مكان محمد شريف في الدقيقة 76 اللي كان مختفي خالص. وياسر إبراهيم نزل مكان عبد المنعم. ومحمد فخري نزل مكان ملك الحلويات ملك القضية. وبعدين في الدقيقة 84 نزل كريم الدبيس مكان علي معلول في الدقيقة 84. في الدقيقة 85 أليو ديانج ادى حتة اسيست عالمي للبيرستاو، بس هو طول الكورة في الحارس صدها. يعني الأهلي المباراة دي يعني يا جماعة كان يقدر يخلص 4 5 6 مستريح والله العظيم. يعني انت لو حسبت طاهر مضيع كتير وعبد القادر وتاو ومحمد شريف، لعيبة كتير ضيعوا. آه المهم بقى نقيم بقى في آخر الحلقة. نقيم. يعني عندك ابتدينا محمد الشناوي 7. علي معلول يعني نقيمه، بس النهارده كان دوره دفاع اكتر من انه هجومي. بس هو عمل كذا عرضية كويسة ويعني كان في الزيادة الهجومية عمل حوالي كورتين بالظبط يعني. فياخد يعني 6. ومحمد عبد المنعم 7. رامي ربيعة 6.5. ندي خالد عبد الفتاح
بس خالد يعتبر يعني عايزينه اللي هو في الحتة الهجومية يزيد أكتر من كده ويعمل عرضيات أكتر من كده، يعني يعتبر طول المباراة عامل عرضيتين بس يعني. بس هو في التغطية الدفاعية غطى كويس يعني، 5.5. عمرو السولية يعني لحد لحد ما جه طلع كده كان يعتبر 6.5، وادى كذا كورة وعمل بينيات كتير حلوة، بس اللعيبة ضيع كور كتير برضه. يعني عمرو السولية 6.5. القندوسي كان دوره دفاعي أوي النهاردة، يعني دفاعي بحت، فياخد 5.5 برضه. ملك الحلويات ملك القضية هنديله لا، ده فوق التقييم يا جماعة والله، ده امتياز النهاردة يعني، 9.5. أحمد عبد القادر، هي على الجون بس يعني، إنما طول المباراة كان بيزود ترقصات كتير وبيعمل حاجات كده يعني زيادة. أحمد عبد القادر يعني 8. طاهر السطلانة 7. المخيف اللي كان مختفي النهاردة 4. نقيم بقى التبديلات. نزل ياسر مكان عبد المنعم، ياسر 5. بيرسي تاو يعتبر كان متحرك حبة يعني، كان يعني بيرسي تاو متحرك وراح بكذا فرصة وعمل كذا كورة، 5.5. أليو ديانج 6. كريم الدبيس يعني نزل في وقت قصير قوي، فلا تقييم. وفي نهاية الحلقة الحمد لله فوز مهم جدا، وفي ظل انك ريحت لعيبه كتير قوي اللي هي اللعيبه اللي كانت بتلعب مع منتخبات وكده، وريحت يعتبر كتير من القوام الاساسي، يمكن حوالي 6 لعيبه. ففوز مهم جدا وكويس، ويقربك خطوه بخطوه انك تحسم الدوري مرتاح، وتنهي يعني تنهي وتريح لعيبتك بدري، وتجهزهم للمباريات اللي هي البطولات الجاية، تجهزهم للسوبر، تجهزهم للبطولات التانية. وكويس ان الاهلي النهارده رايح لعيبة كتير اللي هي لعبت مع المنتخب. والتبديلات برضو النهارده كان في راحة لما مستر كولر سحب منعم، و يعني دي حاجة كويسة يعني انك تسحب حد من القوام الاساسي. واتمنى برضو ان نحسم الدوري ولاعيبة تانية تاخد فرص، وفي النهارده الحمد لله في لعيبة كتير خدت فرص. السلام عليكم.